عارف ان في فرق بين الجملة البسيطة والمركبة؟ تعال اقول لك الفرق في دقيقة واحدة. اول نوع simple sentence، جملة فيها فكرة واحدة، فاعل وفاعل وخلاص. مثال the cat sleeps. اقول مثال تاني Joy plays football. هنا فاعل وفاعل تساوي جملة مفهومة. النوع الثاني compound sentence، يعني جملتين مستقلين اتربطوا مع بعض بكلمة زي and و but و so، نسميهم fan boys. Joy waited for the bus but the bus was late. استنيت الاتوبيس بس الاتوبيس اتأخر. هنقول مثال تاني I like pizza but my brother like burgers. بحب البيتزا بس اخويا بيحب البرجر. كل جزء فيهم ممكن يكون جملة لوحده. أنا استنيت الأتوبيس. بس الاتوبيس اتأخر. الأتوبيس اتأخر. أنا استنيت الأتوبيس. نوضح تاني، السيمبل بيحتوي على فكرة واحدة، الكومباوند بيحتوي على فكرتين والاتنين متصلين ببعض بأداة زي but وand وso. نقول مثال، عايز اقول الكلب روح او كلب نام في بيتهم the dog barked. هنقول مثال بالطريقة التانية the dog barked and it rained. فهمت الفرق؟ تابعني عشان الفيديو الجاي بيتكلم على الكومبلكس سنتنس. خليك جرامر هيرو.